طبعا اليوم بالمزاد اتوقع انه انا ارتكبت غلطه شنيعه، اشتريت سياره كان المفروض انه انا ما اشتريها. راح اشوفكم السياره واشوفكم السعر مالتها، وقولوا لي رايكم بالتعليقات. هل هاي السياره تسوى هيك سعر لو مثل ما نقول انضربت بوري بلغتنا العراقيه؟ 2016 شافرليت ماليبا. طبعا كنت اشتري من المزاد اونلاين مثل ما نقول على البرنامج، ما كنت بداخل المزاد. فشفت السياره بالصور، شفت بس هاي الصفحه، شفت قلت شنو هاي السياره. طبعا السياره اشتريتها ب 36 ورقه، قدمت عليها عرض وقبلوه. قلت شنو هاي، رائعه السياره بالصور. باوعت الصور من داخل السياره همينه رائعه. قلت معقوله هاي 2016 ماليبو اخذتها اني بهذا السعر الخرافي 36 ورقه. ولكن من جيت وصلت هسه للمزاد او ما قلبت اني بالصور زين، يعني من كدا اشتريها اونلاين، هنا كانت الصدمه. شوفوا لي الضربه مال السياره هاي ايش قد قويه. طبعا شفت الضربه انا بصراحه انصدمت، لان يراد لها كامل يراد لها سحب فريم السياره، لان هذا كله دخل لي جوا العظم مال الباب، ويراد لها كامل تصليح كامل خلفي، يراد لها تصليح باب. خلينا نشوف والله الضربه ايش قد قوتها صايره. اتوقع الباب بينفتح. اتوقع من قوه الضربه حتى الباب مدى ينفتح. طبعا مع كل اسف مثل ما نقول مرات الواحد يغلط، يجي غلطات شنيعه ويشتري سيارات بدون ما يشوفهن، ولكن بالاخير تطلع الصدمه. قولوا لي رايكم بالتعليقات، هل هاي السياره تسوى هيك مبلغ لو هي مثل ما اني متوقع بوري؟